بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يلا بينا في قناة راضي في دهلاوي نبدأ مع بعض نحلل مباراة الأهلي وبلدية المحلة. يلا بينا. بداية بنقول عناوين هذا العرض. واحد، الاستهتار لغة الشوط الأول. 2، الأهلي يتعرض لظلم تحكيمي فادح. 3، عودة محمد مجدي قفشة إلى الملاعب. 4، تغييرات كولر أعادت الروح للاعبي النادي الأهلي. 5، عمر كمال عبد الواحد رجل المباراة. ويلا بينا نتابع مع بعض تحليل أداء النادي الأهلي في لقاء بلدية المحلة. أولا كده نتكلم مع بعض عن الاستهتار اللي هو لغة الشوط الأول. النادي الأهلي بدأ المباراة بأداء سيء وأداء يشوب التراخي والاستهتار والغرور والتعالي من لاعبي الفريق. لاعبو النادي الأهلي لمدة تلت ساعة على الأقل مش عارفين يفكوا الشفرة ويفتحوا خطوط فريق بلدية المحلة اللي كان بيلعبهم بلعبة رجل لرجل في المباراة. لاعبو النادي الأهلي كان النهارده كمان تعرضهم للعنف والضغط القوي واللعب بقوة وبخشونة مبالغ فيها من لاعبي بلدية المحلة، مع غرورهم وتعاليهم واستهتارهم أدى لكان إن مستواهم كان غير خالص وما كانوش بيأدوا المردود الطيب اللي مطلوب منهم. لاعبو النادي الأهلي كانوا نازلين اللقاء وهم بذكريات الدور الأول وفوز الأهلي العريض على بلدية المحلة ب5 أهداف مقابل هدف واحد. لاعبو النادي الأهلي كانوا في الشوط الأول بصراحة كبيرة رغم استحواذهم بنسبة فوق 70% للكرة، ولكنهم لم يحسنوا استغلال الفرص القليلة جدا التي أتت للفريق. ونروح للتحكيم الظالم اللي كان ضد النادي الأهلي. الحكم محمود ناصف، طبعا معرفش لجنة الحكام عينت الحكم الصاعد لهذه المباراة في ملعب بلدية المحلة، طبعا مباراة كبيرة عليه، كبيرة جدا كمان يعني، وده بان وظهر في أدائه خلال المباراة. محمود ناصف ظلم النادي الأهلي. أول حاجة عملها في اللقاء كانت حاجة غير طبيعية جدا، وهي عدم حماية لاعبي النادي الأهلي من الخشونة المتعمدة والعنف المتواصل والغير مبرر من لاعبي بلدية المحلة على أقدام لاعبي النادي الأهلي، وخاصة أكرم توفيق وإمام عاشور وكمان كهربا. بنلاقي إن في حالتين يستحقوا الكارت الأحمر والطرد، ولكن الحكم محمود ناصف المتواضع تماما كأداء تحكيمي، وكمان أنا شايف عليه علامة استفهام للأسف كبيرة جدا في لعبتين كان قريب جدا بينه وبين الحالة من 2 ل 3 متر، يعني حاجة مؤسفة جدا لما تكون شايف الحالة قدام عينيك وما تحسبهاش، يبقى في حاجة غلط أو نقول علامة استفهام. في حالة كهربا اللاعب بدل ما يطلع الكورة بيسدد بقدمه في قدم وقصبة رجل محمود كهربا. طب الكورة دي تبقى ايه؟ اعتقد ان في حالات كتير الكورة دي بيطبق فيها الكارت الاحمر مباشرة. الكرة الأكثر خطورة والأكثر عنفا واللي تحتاج إلى كارت أحمر لا خلاف عليه إطلاقا، وكرة سهلة جدا تقديريا سواء الحكم أو لحكام الفار، كرة أكرم توفيق. اللاعب بيسترز الحذاء بقدم أكرم توفيق مباشرة ولم يذهب للكرة، ولكن لعب على القدم مباشرة، وطبعا دي لعبة فيها تهور فيها إيذاء فيها تعمد إيذاء، ولكن حكم القريب جدا من اللعبة ولا كأنه شاف حاجة. طب الحكم ما شافش، أمال حكام الفار كانوا فين؟ أعتقد إن ما كانوش موجودين
أو كانوا بيشاهدوا مباراة تانية للأسف الشديد. وبكده يبقى احنا بنقول إن كمان مازال في مسلسل التحكيم ضد النادي الأهلي بقية. ركلة جزاء في الشوط الثاني لمحمد مجدي قفشة. الكرة بيلعبها محمد مجدي قفشة، ترتطم بقدم اللاعب وترتد في إيده. صورة بالكربون من ركلة جزاء بيراميدز أمام فيوتشر اللي خد بيها 3 نقاط، ولكن الحكم ما كانش هنا. وحكام الفار كانوا فين؟ قلت لكم أكيد يا إما كانوا بيتفرجوا على ماتش تاني، يا إما الله أعلم هم كانوا فين، الحاجة اللي يعلمها إلا الله. طب ليه؟ طب ليه مسلسل التحكيم الظالم ضد النادي الأهلي بيتواصل؟ وكاد الأهلي أن يفقد نقطتين بمساعدة فجة من التحكيم. حالات واضحة وفي حالات مماثلة، ولكن هناك علامات استفهام حوالين التحكيم ضد النادي الأهلي. وكأنه دوري الجنايني اللي كان ماسك اتحاد الكورة سنتها والزمالك خد البطولة بيتكرر نفس المسلسل التحكيمي على حسب كمان ما أكدت قناة النادي الأهلي النهاردة والكابتن أيمن شوقي في تحليله لمباراة الأهلي وبلدية المحلة. نيجي بعد كده ونقول تغييرات كولر. طبعا تغييرات كولر أحدثت الفارق، لأن بيرستاو بعيد تماما عن مستواه، ورضا سليم بيلعب شوية برجولة وشوية باستعراض. طبعا ده ما كانش مطلوب وما ينفعش في مباراة قوية زي ديت، وده أدى لأن فريق النادي الأهلي كان بيستحوذ فقط ولكن بدون فعالية. وكمان مروان عطية اللي أنا بعتبره النهاردة أسوأ مباراة قدمها مروان عطية من يوم ما لعب في النادي الأهلي مباراة اليوم. وكان رقم 1 في سوء الأداء محمد هاني، عليه علامات استفهام كبيرة. محمد هاني اللي كان متألق جدا في فترة من الفترات القريبة، النهارده عليه علامات استفهام كبيرة جدا جدا في عدم أداء الواجب الدفاعي والواجب الهجومي، وعدم ثباته الانفعالي وعدم ثقته في نفسه. ويعني في تراجع كبير في مستوى محمد هاني، أنا ما أعرفش سببه إيه. وكمان ظهر جليا ان محمد هاني فعلا بعيد عن مستواه لما نزل عمر كمال عبد الواحد اكد لمحمد هاني ان هو بعيد تماما، واثبت عمليا ان محمد هاني كان اسوأ لاعب في فريق النادي الاهلي امام بلدية المحله. يعني مروان عطيه اللي كان النهارده فاتح شوارع في نص الملعب، وبنعذر اكرم توفيق لان الضرب اللي خده اكرم توفيق يهد اي لاعب ويخوف اي لاعب. وعلى فكره اكرم توفيق بعد الضرب اللي تعرض له في اخر لقاء في الدقيقه 43 تقريبا لعب على قدم لاعب بلدية المحله كانه بيقول للحكم انت مش بتديني حقي، طب انا هحاول احافظ على نفسي. هل ده مطلوب يا حكم المباراه؟ هل ده مطلوب عدم العداله؟ ما تحمي اللاعب، ولا انت عايز لعيبه تضرب في بعض في الملعب؟ اعتقد ان الحكام كانوا من اسوأ ما يكون في مباراه اليوم، وخاصه الحالات كلها واضحه وضوح الشمس. نيجي لتغيير عمر كمال عبد الواحد واللي حصل على رجل المباراة ويستحق عن جدارة واستحقاق. عمر كمال عبد الواحد كأنه بيلعب في النادي الأهلي من سنين، نزل مرتدي الروح الفانيلا الحمراء. نزل عمر كمال عبد الواحد كأنه أسد داخل الملعب ولعب برجولة، وأول كورة تجيله بياخدها على صدره وداخل الشباك محرزا عن هدف جميل وهدف رائع وهدف قوي وهدف فيه حماس، فيه إثارة، فيه روح، فيه ندية، فيه غيرة على الفانيلا الحمراء، فيه غيرة على النقاط الثلاث. الهدف كان بيحمل جميع معاني اللاعب الراجل في الملعب، اللاعب البطولي، اللاعب النموذجي، اللاعب اللي بيحتاجه وبيعتمد عليه أي فريق. وكمان مش كده وبس، ده عمر كمال عبد الواحد نشط الناحيه الهجوميه للنادي الاهلي وصنع الهدف الثاني لموديست اللي احرزه واخذ به النادي الاهلي ال3 نقاط، ويستحق عن قدره واستحقاق فعلا رجل المباراه. ونيجي لتغيير محمد دي قفشه.
المباراة أثبتت إن الأهلي بحاجة للاعب في حجم محمد مجدي قفشة، وبنقول لمحمد مجدي قفشة لعله خير إن الدرس إنك تكون استوعبت الدرس واستفدت، لأن كولر أنا معاه وهو على حق فعلا في اللي حصل معاك واستبعادك، لأن أنت في الفترة الأخرانية كنت بعيد تماما ومش مركز مع الأهلي أو متعالي في الأداء أو مش هنا، أو يعني كان كل تصرفاتك داخل الملعب بعيد تماما عن انك نجم كبير وعن انك لاعب وسط ملعب وعن انك صانع العاب. لا، كنت بعيد تماما يا قفشه، كانك تغييره او لاعب الفرقه كانت بتبقى ناقص لاعب في الفتره الاخيره في وجود قفشه، وكان حتى لما بيستعين بيك المدرب في بعض الفترات الحرجه ما كنتش بتبقى موجود وكنت بتبقى على الفريق. ولكن محمد مجدي قفشه نزوله كان مؤثر مع عمر كمال عبد الواحد، وقدروا يصنعوا الفارق ونقلوا فعلا النادي الاهلي وحرروا الفرقه وفتحوا شوارع وجبهات في داخل صفوف فريق بلديه المحله، اللي عمل في الشوط الثاني مدربهم نجح في عمل زوم ديفنس، وخاصه بعد احرازهم الهدف الاول، وعمل زوم ديفنس من نص الملعب. وبعد كده لما المباراه صعبت كمان اكتر، ده بدا يصعب اللقاء ويعمل الزوم ديفنس من الثلث الاخراني للملعب اللي هو الثلث فريق بلديه محله. ولكن طبعا لما النادي الاهلي بيلعب كره سريعه وبيلعب كره بدون بطء وبيلعب كره فيها رجوله وبيلعب كره من الحركه وليس من الثبات، بيبقى له شكل تاني وبيبقى له شأن تاني. وهي دي كرة القدم اللي النادي الأهلي بيلعبها، والكرة المعروفة عن النادي الأهلي إنك تكون بتلعب الكرة السريعة، ما بتلعبش من الثبات، بتلعب من الحركة، بتخلق مساحات، بتخترق من العمق وبتخترق من الجناحين وبترفع، بيبقى في تنوع في طرق اللعب وبتعتمد على الكرات العرضية والكرات الطولية المتقنة والكرات البينية والدبل باس والوان تو. كل دي كانت حلول وفعلا ظهرت في الشوط الثاني لما كولر لعب باثنين راس حربه كهربا وموديست، ولعب تحتيهم بحسين الشحات وكريم فؤاد ومحمد مجدي قفشه. طبعا الفرقه بقى لها شكل تاني خالص، وبقى للفرقه يعني عمل شغل كبير وعرفت تفتح ويخترق دفاعات فريق بلديه محله، وشفنا الاهلي قدر يوصل لانه يحرز هدفين وله ركله جزاء صحيحه 100% ولكن لم تحتسب، وهدف ملغي من عن تسلل، وهو تسلل فعلا صحيح اللي هو بتاع كهربا، وهدف ايضا لامام عاشور من تسلل. ولكن ده بيثبت ان الاهلي خلق فرص، الاهلي عمل فرص في الشوط الثاني شكل ثاني خالص عن الشوط الاول. الاهلي في الشوط الاول رغم بعض الفرص اللي لاحت له، ولكن للاسف الشديد كان في استهتار، كان في غرور، كان في استسهال للقاء، عدم احترام للخصم، كل سلبيات كرة القدم عملها اللاعبين. وانا النهارده مش بلوم كولر على التشكيل، هو ده من افضل التشكيلات اللي عنده، والطبيعي ان محمد هاني هو اللي هيلعب لقاء الترجي، فالطبيعي ان هو اللي يبدا. امال انت الراجل حسيت اللقاء امتى ولعبه امتى؟ لعب عمر كمال عبد الواحد اللي هيقعد الماتش الجاي مش لاعب لانه مش متسجل معاه افريقيا. الطبيعي انا ضد اي واحد يقول لك عمر كمال عبد الواحد كان ده المباراه، لا، الطبيعي ان الراجل انا عندي بجهز لقاء مهم ومباراه ذهاب امام الترجي في بطوله افريقيا، ولقاء مهم جدا وهيحدد معانا حاجات كتير. ما جيش الاعب عمر كمال عبد الواحد واسيب محمد هاني، وخاصه لاعب اساسي اصلا قبل عمر كمال عبد الواحد ما يجي، هو كان اللاعب رقم واحد في المركز دوت. انما للاسف الشديد محمد هاني هو اللي بعيد تماما عن مستواه، بعيد تماما، ويجب يراجع نفسه ويجب يلحق نفسه، لان الاهلي محتاج لفوقان محمد هاني اللي كان متالق في فتره من فتراته، كان افضل لاعبي النادي الاهلي، لابد يرجع تاني قبل لقاء الترجي ويثبت وجوده ويثبت ذاته ويسترد ثقته بنفسه ويكون واعي ذهنيا ونفسيا وبدنيا ومعنويا ويكون مهيأ، لان المباراه اللي جايه ما لا تحتمل القسم على اثنين، مباراه بطوله، وبطوله ايه؟ النجمه رقم 12 لبطوله دوري ابطال افريقيا. وبكده بنقول ان النادي الاهلي نجح في انه يحصل على النقاط الثلاث ويصل الى المركز الخامس في جدول الترتيب دوري ممتاز من 15 مباراه، رصيد 33 نقطه زي ما قلنا. وبنقول ان النادي الاهلي المباريات اللي جايه كلها مباريات كؤوس، ولكن احنا طبعا يجب ان لا يفرط الفريق في مباراه او بطوله مباراة الذهاب مع الترجي، سواء مباراة الذهاب أو مباراة العودة، لأن اللقب ده مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي، عمل مشوار كبير وباقي لقاءين بنعتبرهم شوطين هم اللي هيجيبوا البطولة إن شاء الله، ويكون البطولة واللقب من نصيب النادي الأهلي، وبإذن الله نقول للنادي الأهلي مبروك،
نبارك له مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ونبارك لجماهيره الوصول للقب والنجمة اللي هو بيتمناها. بهمس في أذن لاعبي النادي الأهلي وبقول لهم عيب جدا إن يكون ده أدائكم، لأن دي مش روح النادي الأهلي، مش روح الفانلة الحمراء، مش دي اللعيبة اللي بتلعب في النادي الأهلي وعارفة يعني إيه ثلاث نقاط أو مباراة مهمة، أو إزاي أمتع جماهيري وإزاي أفوز بلقاء. ولو عايزين تعرفوا نتيجة كلامي دوت ارجعوا شاهدوا المباراة تاني وشوفوا النص التاني من اللقاء، أو ال20 دقيقة الأخرانية مع الوقت الضايع. شوفوا انتوا كنتوا شكلكم عامل ازاي، وباقي اللقاء كان شكل الفرقة عامل ازاي. كأن احنا جبنا 11 لاعب تانيين من بره لعبوا وكملوا المباراة من بلدية محل. لما تشوفوا الفترة اللي انا بتكلم فيها ديت هتعرفوا ان انتم قد ايه كنتم مقصرين، وقد ايه كنتم مقصرين في حق نفسكم، مقصرين في حق الجهاز الفني، مقصرين في حق مجلس الاداره، مقصرين في حق الجماهير بصفه عامه وبصفه خاصه. جماهير النادي الاهلي ما تستحقش منكم كده. فبقول للاعبي النادي الاهلي اياكم 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 وان انتم تكرروا المسلسل ده تاني امام الترجي التونسي. مباراه الترجي التونسي لها طعم تاني وشكل تاني ووضع تاني، ولابد تستيقظوا وتعرفوا ان انتم ابطال افريقيا. وبقول في ختام كلامي وفي ختام الفيديو بتاعنا ان احنا ان شاء الله هنخصص فيديو للحالات التحكيميه اللي حصلت النهارده، والحالات المشابهه طبعا في مباراه بيراميدز. حاله سموحه بتاعت حسام حسن امام الزمالك، حاله رامي ربيعه امام الاسماعيلي اللي خد بقى ركله جزاء، حاله ايمن اشرف امام البنك الاهلي، وقد ايه ان الظلم التحكيمي وحالات ثابته ومتصوره تلفزيونيا وكل الناس اجمعت عليها وشافتها ان قد ايه فيها تحامل على النادي الاهلي وفيها مجامله لفرق اخرى بتنافس النادي الاهلي، كأن هو يريد بها مجامله واضحه لظلم النادي الاهلي وعدم حصول الاهلي على اللقب. ده واضح جليا من خلال التعامل مع النادي الاهلي تحكيميا في اكتر من مباراه، وكانه مسلسل متواصل. وفي اخر الفيديو بتاعنا بنقول الف الف مبروك للنادي الاهلي، وهارد لك وحظ اوفر للنادي بلدية محله، وبنبارك الاهلي وجماهيره مبروك ثلاث نقاط، ومبروك النادي الاهلي في 11 يوم حصل 12 نقطه. بنقول مبروك مره تانية. وللي مشترك في قناه راضي فيد اهلاوي يسعدنا ويشرفنا اشتراككم في القناه من فضلكم، فضلا وليس امرا، وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، ولايك وتعليق واعجاب بيسعدنا، وبه دائما وابدا نرتقي ونتقدم. مع تحياتي راضي فهيد.